عمرك سألت نفسك ليه في ناس فجأة خلال 3 أو 4 شهور جسمها بيتحول تحول مرعب؟ كتلة عضلية ضخمة، عروق بارزة، قوة غير طبيعية، واستشفاء أسرع من أي حد حواليهم. هل ده جينات خارقة ولا نظام سري؟ في أغلب الحالات السر بيكون في حاجة اسمها الهرمونات الخارجية. النهاردة هنتكلم بوعي وبهدوء، لا تهويل ولا تطبيل. هنفهم هي إيه، بتدخل جسمك تعمل إيه، وليه ممكن تديك شكل أسطوري في المراية لكن تدفع مقابله تمن صحي طويل المدى. جسمك الطبيعي شغال بنظام دقيق جدا اسمه النظام الهرموني. المخ، تحديدا منطقة اسمها الهايبوثالاموس، بيبعت إشارات للغدة النخامية، والنخامية تبعت إشارات لباقي الغدد زي الخصيتين أو الغدة الكظرية. السلسلة دي اسمها محور هرموني. مثال مهم جدا، محور ال HPTA المسؤول عن إنتاج التستوستيرون. لما مستوى التستوستيرون يعلى طبيعيا، المخ يقلل الإشارة. لما يقل، المخ يزود الإشارة. توازن مذهل. أول ما تدخل تستوستيرون صناعي من بره، الجسم يستقبل صدمة. مستوى الهرمون في الدم يعلى فجأة، أعلى من الطبيعي. المخ يترجم ده إنه في فائض، فيوقف الإشارة. الغدة النخامية تقلل إفراز LH و FSH، والخصيتين تبدأ تنكمش في النشاط. مع الوقت الإنتاج الطبيعي يقل جدا أو يقف. هنا انت كده نقلت جسمك من مصنع شغال طبيعي لمصنع مقفول ومعتمد على استيراد. في البداية النتائج بتبقى مغرية جدا: زيادة سريعة في الوزن، ضخ دم رهيب في التمرين، أرقام بتزيد كل أسبوع، إحساس بالقوة والثقة. بس لازم نفهم إن جزء كبير من الزيادة دي بيكون احتباس سوائل بسبب تأثير الهرمونات على توازن الصوديوم والمياه في الجسم. العضلة تبان أكبر، لكن مش كله نسيج عضلي حقيقي. ندخل أعمق شوية. الهرمونات الخارجية بتزود تصنيع البروتين جوه الخلية العضلية. ده يخلي البناء أسرع، لكن في نفس الوقت بتأثر على خلايا الدم، تزود كرات الدم الحمراء بشكل مبالغ فيه أحيانا، فيبقى الدم تقيل أكتر. الدم التقيل ده مع ارتفاع ضغط الدم بيزود خطر الجلطات. القلب هنا يدخل في الصورة. ناس كتير فاكرة إن القلب هيستفيد لأنه عضلة، لكن الحقيقة إن التعرض المستمر لمستويات عالية من الأندروجينات ممكن يسبب تضخم مرضي في عضلة القلب، خصوصا البطين الأيسر. التضخم ده يخلي ضخ الدم أقل كفاءة على المدى الطويل، ومع الوقت ممكن يؤدي لفشل قلبي أو اضطراب في النبض. نروح للكوليسترول. الستيرويدات غالبا بتقلل HD إلى الكوليسترول الجيد، وبتزود LD إلى الضار. المعادلة دي لو استمرت شهور أو سنين بتسرع تصلب الشرايين. تخيل شرايينك تبقى أضيق سنة بعد سنة وانت لسه في العشرينات. الكبد بقى، بعض المركبات الفموية بتعدي على الكبد مباشرة وبتضغط عليه جدا. ارتفاع إنزيمات الكبد أول إنذار. مع الاستخدام الطويل ممكن يحصل تليف جزئي أو أورام حميدة نادرة. الكلى كمان بتتأثر، خصوصا مع البروتين العالي وضغط الدم المرتفع. نيجي للجانب النفسي. في فترة الاستخدام ممكن تحس بطاقة عالية، ثقة مفرطة، وأحيانا اندفاع وعصبية. بعد التوقف يحصل العكس: هبوط في التستوستيرون الطبيعي، مزاج منخفض، فقدان دافع، اكتئاب، وأحيانا قلق شديد، لأن جسمك لسه مش عارف يرجع ينتج طبيعي. ناس كتير تعتمد على ما يسمى BCT، العلاج بعد الدورة. الفكرة إنه يحفز الجسم يرجع ينتج تاني. أحيانا ينجح جزئيا، وأحيانا لأ. في حالات كتير بيحصل ما يسمى secondary hypogonadism، يعني إنتاج ضعيف مستمر. الهرمونات الخارجية مش بس تستوستيرون، في هرمون النمو اللي بيزود حجم الأنسجة، وممكن يسبب تضخم في الفك واليدين لو استخدم بجرعات عالية. في الإنسولين، أخطرهم لو استخدم غلط ممكن يسبب هبوط سكر قاتل. في مركبات تانية بتلعب في مستقبلات الجسم بطرق معقدة جدا. المشكلة إن أغلب الناس بتشوف النتيجة السريعة وما بتشوفش الصورة الكاملة. بتشوف جسم ضخم على السوشيال ميديا، لكن ما بتشوفش التحاليل، الأدوية المساعدة، الضغط العصبي أو الأعراض الجانبية. أنا مش هنا علشان أقولك اعمل أو متعملش، أنا هنا علشان تبقى فاهم. لو قررت تدخل المجال ده لازم تبقى عارف إنك بتغير نظام هرموني ربنا خلقه متوازن بدقة مذهلة. السؤال الحقيقي مش هكبر قد إيه، السؤال هتعيش قد إيه بصحة كويسة. الطريق الطبيعي أبطأ، لكن نتائجه مستقرة وما فيهوش تقلبات عنيفة. نوم منتظم، أكل مظبوط، تمرين تدريجي، صبر. جسمك عنده قدرة مذهلة إنه يتطور من غير ما تدخل في دوامة صعب تخرج منها. في الآخر القرار قرارك، بس قبل ما تاخده افهم اللعبة كاملة.
لأن القوة الحقيقية مش في أسرع نتيجة، القوة في إنك تحافظ على جسمك سنين طويلة. ولو حابب محتوى علمي صريح من غير تلميع، اشترك في القناة واكتب لي تحب نتكلم عن أنهي هرمون بالتفصيل في الفيديو الجاي.